بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين. موضوع اليوم عن مدار الجدي الذي فيه يكمن الاختلاف بين الأرض المسطحة والأرض الكروية. ففي الأرض المسطحة مدار الجدي هو أكبر المدارات، أما في الأرض الكروية فخط الاستواء هو الأكبر، يعني أن الإسقاط الكروي والإسقاط المسطح متساويان إلا في مدار الجدي. لذلك التغير في حجم القارات والبلدان يكون في الأماكن الواقعة على مدار الجدي كما هو واضح في الصور. الفرق واضح في شكل القارات وحجمها، لذلك مدار الجدي هو المكان الذي يتم التلاعب به على الخريطة، فالمسافات بين الدول ومواقعها غير حقيقية على خريطة الكرة الأرضية. وأكثر ما يفضح هذا التلاعب هو رحلات الطيران. تجد العجب عندما تتابع مسار رحلات الطيران في الدول الواقعة على هذا المدار. لم يستطيعوا التلاعب بالرحلات الحقيقية وتوقفاتها، ولكن قاموا بتسجيل رحلات مزيفة على مواقع حجز الرحلات بجانب الرحلات الحقيقية. ومن هذه الرحلات المزيفة هي الرحلات من أستراليا إلى أمريكا الجنوبية، التي تبدو وكأنها رحلة قصيرة على خريطة الأرض الكروية. وبما أن هذه الرحلات المزيفة مدتها قصيرة، بالتالي سيكون سعرها أرخص، الأمر الذي سيجعل زوار المواقع يحجزون هذه الرحلات دائما. ولحل هذه المشكلة قاموا بتطويل مدة الترانزيت أو التوقف في هذه الرحلات لأكثر من يوم، وبهذا يكون مجمل ساعات الرحلة مع التوقفات مقارب للرحلات الأخرى الحقيقية. وأيضا جعلوا أسعارها غير منافسة لكي لا يختارها الناس، فالهدف منها أن تكون معلومات مضللة تبعد الشك وتموه على الباحثين. وإذا حدث وأن اختار أحد هذه الرحلة يجدها محجوزة بالكامل، ويعرضون عليه خيارات أخرى من الرحلات التي تمر عبر أمريكا الشمالية أو الشرق الأوسط، لأنه فعلا هذا هو المسار الحقيقي والأقرب. أما هذا المسار أو هذا المسار الذي يظنه البعض قريب على خريطة الأرض الكروية هو فعليا أبعد المسارات على الواقع. لذلك سنركز على الرحلات الحقيقية التي لم يستطيعوا التلاعب بتوقفاتها. فأماكن التوقفات أو الترانزيت معلومات هامة لا يمكن تزويرها، ويجب عرضها لمن يريد الحجز. لنختار مثلا الرحلات من جنوب أفريقيا إلى تشيلي، دولتين واقعتين على مدار الجدي. طبعا بسبب التنافس بين شركات الطيران والأغراض التجارية قد نجد بعض الرحلات لا تسير في خط مستقيم، فمثلا الطيران الخليجي والأوروبي تجده خيار غالب في كل الرحلات حول العالم، وذلك بسبب مواقع هذه الدول الذي يتوسط العالم، فتستطيع هذه الشركات أن تقدم خدمات وأسعار منافسة حتى لو طالت مسافة الرحلة قليلا. فمثلا نجد الطيران الإماراتي أيضا من أحد خيارات الرحلات من جنوب أفريقيا إلى تشيلي. الرحلة تتوقف في دبي ثم تنطلق من هناك وتصل إلى البرازيل. نلاحظ في خريطة الأرض المسطحة أن مسار الرحلة الذي يمر عبر الإمارات لا زال مقبولا نوعا ما، أما في خريطة الكرة الأرضية فالمسار غير مقبول تماما، فالرحلة اتجهت إلى الخلف مسافة تقريبا تساوي المسافة بين جنوب أفريقيا وتشيلي، ومن هناك تنطلق الطائرة مرة أخرى، وعندما تصل إلى هنا تكون الطائرة قد قطعت ضعف المسافة المطلوبة للوصول إلى تشيلي، وكأنهم لم يتحركوا من مكانهم، أي أن الرحلة بهذه الخريطة أخذت زمن 3 أضعاف الرحلة الأصلية، وهذا غير مقبول، ولا يمكن أن يكون خط الرحلة هذا مصادق عليه على نظام الخطوط الجوية. لكن في خريطة الأرض المسطحة الأمر يختلف، فعندما ذهبت الرحلة إلى دبي لم تتجه الرحلة إلى الخلف، بل أخذت خطوة إلى الأمام، والمسافة بين تشيلي وجنوب أفريقيا أكبر بكثير من المسافة بين دبي وجنوب أفريقيا، ليس كما هو ظاهر في خريطة الأرض الكروية. خيار آخر في هذه الرحلة وهو الطيران الهولندي، فالرحلة لها محطة توقف في هولندا، ثم بعد ذلك تواصل طريقها. في خريطة الأرض الكروية نلاحظ أن المسافة إلى هولندا بعيدة جدا، أبعد بكثير من السفر المباشر إلى تشيلي. فما هو المبرر الذي يجعل الرحلة تقطع كل هذه المسافة وتتوقف في هولندا ثم تعود من هناك إلى تشيلي؟ الطائرة قطعت مسافة مضاعفة تصل إلى 4 أضعاف مسافة الرحلة الأصلية، ولو قلنا أن الرحلة ستكمل مسارها من الجهة الأخرى للكرة سنجد أن المسافة أبعد بكثير. كل هذه التساؤلات تتبدد وتصبح منطقية عند النظر إلى خريطة الأرض الحقيقية، خريطة الأرض المسطحة. نجد فعلا أن أوروبا على طريق الرحلة
حتى لو كان المسار غير مستقيم فهو لا زال منطقي. مما سبق نستنتج أن نظام الرحلات الجوية ليس نظام ساذج أو غبي يختار مسارات عشوائية، بل هو يعمل على خريطة واقعية وهي خريطة الأرض المسطحة. فواقع أسفار الناس ورحلاتهم لن يعمل بنظام وترتيب إلا إذا درس على خريطة واقعية. وإذا وجدنا مسارات غير مستقيمة على هذه الخريطة فهي لا زالت مبررة ويمكن تقبلها، عكس ما هي عليه على خريطة الأرض الكروية التي لا يقبلها عقل ولا نظام، مثل فرضياتها اللا عقلية من حركة ودوران وتحدب للماء. كل ما ليس له علاقة بالواقع تجده على نظام الأرض الكروية. إذن كما أسلفنا، المناطق الواقعة على مدار الجدي يتبين فيها جوهر الاختلاف بين الأرض الكروية والأرض المسطحة، حتى في توقيت الليل والنهار. وهنا أريد أن أشير إلى قناة المنتظر من علوم القرآن، فقد اهتم صاحبها بجانب مهم للأرض المسطحة، وهو الجانب الحسابي أو الرياضي. كنا قد بينا في فيديو سابق كيف تم العبث بالرياضيات وإدخال معطيات خاطئة عليها والحصول على نتائج يدعون أنها صحيحة لمجرد أن علم الرياضيات استخدم في حسابها. ونبهنا على ضرورة أن تكون المعطيات واقعية لنحصل على نتائج سليمة. والأخ في قناة المنتظر من علوم القرآن اهتم بالجانب الرياضي وأدخل المعطيات الصحيحة، فقد درس بداية ونهاية الليل والنهار لأكثر من 300 مدينة، ومنها حصل على الدالة الرياضية لليل والنهار، استطاع من خلالها أن يعرف موقع أي مدينة على الأرض من خلال التوقيت والشهر. واستخدم في ذلك برنامج رياضي اسمه الجيوجبرا، وأثبت أن دالة الليل والنهار التي رسمها على الأرض المسطحة أنها هي الدالة المستخدمة عالميا في حساب توقيت الليل والنهار لكل دول العالم. واستنتج أن هذه الدالة الرياضية لا تنطبق إلا على المعلم الأرضي المسطح، فهو الشكل الممنهج تقنيا في العصر الحالي، أما الشكل الكروي فهو مسوق فقط تعليميا وإعلاميا، وهو مستنسخ من المعلم الأصلي المسطح. وأيضا قام بعمل دالة هندسية أخرى للمجال المرئي واللامرئي لعين الإنسان. المجال المرئي نقصد به المنظور، أي ما يراه الإنسان. قام بعمل دالة هندسية تبين ما يمكن أن يراه الإنسان في السماء من شمس وقمر ونجوم بحسب اختلاف الإحداثيات على الأرض، وبين أن سبب اختفاء الشمس خلف الأفق هو انتقالها من المجال المرئي إلى المجال الغير مرئي للعين المجردة. فالأفق هو فاصل بين المجال المرئي واللامرئي للعين، وأن لليل دور في حجب الشمس عن الرؤية، قال تعالى: والليل إذا يغشاها. كامل التفاصيل تجدونها على قناة المنتظر من علوم القرآن، رابط القناة تجدوه في الوصف. والسلام عليكم ورحمة الله.